باش ما يبهدلوناش في افريقيا باسكو حنا مولفين نربحوا هنا شواكر. لو كان هاد لاكان ان شاء الله تاع 2025 ما يوصلش للثمن النهائي، انتم كانصار جزائريه تعطوا له فرصه واحده اخرى ولا يروح؟ ما نعطوا له حتى فرصه، حنا نص فرصه، ما حنا فرصه ما نمدوهاش للناس كاع، ما كاش كيفاش والو. ان شاء الله يجيبها يا يبعدنا والله. لازم يبين لنا في كاش ماتش اميكال ولا يبين لنا القدره تاعو ولا التكتيك ديالو راكي شايفه، ونشوفوا ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله يفرحونا وندوا كوب دي موند كاع. هكذا لازم الاصرار ترصد. البعض بدأ السيوف مباشرة قبل الندوة وبعد الندوة. اليوم هنالك من يتحدث يقول لك الناخب الذي جلبتموه. يا اخو اوني توس دي الجزائريين، هذا الناخب لما جاء المنتخب جاي يمسك منتخب الجزائر. الجزائر عندك 50 مليون مناصر. انصار المنتخب الجزائري متعطشون كثيرا، عندهم عقلية الانتصارات، يريدون الفوز بالألقاب. تخيل لقاء بين الجزائر والمغرب، تخيل لقاء بين الجزائر وتونس، خاصة لما تكون لقاءات ديربي. عندنا السؤال على المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش اللي جابوه في مكان جمال بالماضي، واش رايك في هذا المدرب؟ ان شاء الله يفرحنا، وان شاء الله يكون كيما جمال بالماضي وزير السعاده، وان شاء الله راجل تروح بعيد باسكو عندنا غروني كيب وغروني جوار، وان شاء الله يفرح كاع الشعب مساكن راهم يستناونا في الفرحه هذيك. الاتحاد الجزائري لكرة القدم وضعوا له شروط واهداف، منها تاهل لكان 2025 وتاهل لكاس العالم. تشوف انه هذا المدرب قادر يحقق هذه الاهداف والشروط؟ ايه هذوك ما نقدروش نحكموا حنايا، حتى ماتش يجوزوا ماتش، حتى نشوفوا في تيرا ونشوفوا فورماسيون اللي يديرها، نفهموا اسكو يقدر يوصل ولا ما يقدرش. لازم يبين لنا في تيرا كاش ماتش اميكال ولا يبين لنا القدره تاعو ولا التكتيك ديالو راكي شايفه، ونشوفوا ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله يفرحونا وندوا كوب دي موند كاع. لو كان هاد لاكان ان شاء الله تاع 2025 ما يوصلش للثمن النهائي، انتم كانصار جزائريه تعطوا له فرصه واحده اخرى ولا يروح؟ ما نعطوا له حتى فرصه، حنا نص فرصه، ما حنا فرصه ما نمدوهاش للناس كاع، ما كاش كيفاش والو. ان شاء الله يجيبها يا يبعدنا والله. ان شاء الله يكون حنا ما نهضروش هكذا، حنا نقولوا ان شاء الله يكون انتيك، ان شاء الله يفرحنا. واذا ما فرحنا شفناه بلي قاعيا بزاف، ومنا جمال بالماضي حنا نحبوه، ماغريتو نحبوه، وزير السعاده ما نساوش هذه يا خير، وما تنساش جمال بالماضي وما يخرجش في ليكيب ناسيونال، ما كانش اللي يخلد فيها الجزائر. انت اخويا رايك حسب رايك لو كان ما يوصلش للثمن النهائي تمدوا له فرصه ولا لا؟ ما ندولوش، ما كانش كيفاش. ما نعطوهلوش اختي من الاخر. ايش رايكم في هذه الشروط اللي وضعتها الفاف، مليحه ولا لا؟ هذه الشروط لازم حتى في تيرا باش تبان. لا يعني الشروط اللي دارتها الفيديو، الشروط هذو مليحه، لازم هكذا، لازم الاصرار والترصد. مليحه المهم نوصلوا خلاص، هذا ما كان. لا لازم يخدموا معاهم سيريو باش ما يبهدلوناش في افريقيا باسكو حنا مولفين نربحوا هنا شواكر. هذا بدنا نكونوا يد واحده، هذه كما حبيت نقولها للخلق، لأن المرحله اللي جايه تطلب منا اننا نكونوا في فائده بعضنا، في فائده الصحافه الرياضيه. هذا ما كان. في هذه النقطة نعتقد بأن الضغط في الجزائر أكبر من الضغط في نادي لالاتزيو لعدة اعتبارات ولعدة أسباب. أولا في لالاتزيو كم عندك عدد المناصرين؟ في الجزائر كم هو عدد أنصار المنتخب الوطني الجزائري؟ تتحدث عن 50 مليون مناصر، منهم 5 أو 6 ملايين يعيشون في المهجر، البقية تعيش في الجزائر. لكنك تحتك منهم، تحتك معهم مرة في 3 أشهر، مرة في 4 أشهر، كل تربص تحتك معهم مرة أو مرتين، كان لديك مباراتين وديتين. وأي احتكاك. نواصل فقط الفكرة. تفضل. قلت لك بأنه عدد الأنصار في الجزائر أكبر من عدد الأنصار في لازيو. لازيو شحال عنده أنصار؟ عنده 200,000 300,000 500,000 مليون مناصر في إيطاليا. الجزائر عندك 50 مليون مناصر. أنصار المنتخب الجزائري متعطشون كثيرا، عندهم عقلية الانتصارات، يريدون الفوز بالألقاب، يريدون الفوز بالمباريات. وأيضا الضغط في مباريات المنتخبات أمين أكبر ب1000 مرة من الضغط في مباريات الأندية. حتى لو تعلق الأمر بنهائي دوري أبطال أوروبا صحيح الضغط يكون كبير، لكن تخيل لقاء بين الجزائر ومصر، تخيل لقاء بين الجزائر والمغرب، تخيل لقاء بين الجزائر وتونس، خاصة لما تكون لقاءات ديربي. أعتقد بأن الضغط الذي يتحدث عنه بيتكوفيتش في لاتزيو لا يشبه تماما الضغط الذي سيعيشه مع المنتخب الوطني الجزائري. نزيد لك حتى تدريب المنتخب السويسري وتدريب المنتخب الجزائري، الشعب السويسري ومتابعته وشغفه بكرة القدم لا أعتقد أنه يرقى لشغف الشعب الجزائري ومتابعته لكرة القدم. لذلك يبقى رأيي الشخصي وأنا أحترم رأيك أمين، بيتكوفيتش ربما لا يدري عن الضغوطات الموجودة في إفريقيا ولا عن الضغوطات الموجودة في الجزائر. لا أنا ما شفت ضغوطات محمد، أنا شاهدت منتخبا يخسر أمام موريتانيا، نعم. يفشل في حصد نقطة واحدة فقط أمام موريتانيا، يفشل في التأهل مع أحسن الثوالث إلى الدور الثاني من كأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ويفشل في التأهل لكأس العالم، يفشل 3 مرات في منافسات كبرى، وشريحة كبرى من الجماهير تطالب ببقاء الناخب الوطني. أين هي ضغوطات محمد؟ لم أشاهد ضغوطات جماهيرية، هذا يبقى رأيي محمد. نعم. لكن في الأخير أمين هذا الضغط اللي رانا نتكلموا عليه الكبير هو من ازاح النخب الوطني وجعل يعني الفيدراليه تفكر في هذا بيتكوفيتش ومدربين اخرين اللي الاسامي تاعهم تداولوا. يعني الكلام تاع محمد وين نزيد ناكده له ان الضغط في المنتخب اكثر من النادي، لان النادي كل سمانه عندك مباراه تقدر تغير منحنى، يعني الضغط تاعك تقدر تغير منحنى المشكل تاعك. لو خسرت في هذه المباراه تروح يعني المباراه القادمه يعني خارج ديار تفوز بها تعاود تولي تنقص من الضغط، لكن تعاود يزيد الضغط بطبيعه الحال. لكن في المنتخب
في المنتخب ما عندكش مباريات للتعويض، عندك كما تكلمت انت، عندك مباريات وديه هما ضد فيفا، وعندك مباريات كي نتكلموا عليهم مباراه فواصل هما، يعني تلعب في ميدانك تلعب خارج ميدانك، يعني مباريات مباشره، وهنا راح يزيد الضغط بطبيعه الحال. وعندك الضغط تاع ان اللاعبين هذو ما عندهمش الانسجام وما عندهمش الاحتكاك اليومي، لان الناخب الوطني هنا راهو يعني مربوط بالتواريخ الفيفا. تواريخ الفيفا عندك 4 أيام 5 أيام، الان باش تعاود ترجع انسجام تاع عدد كبير من اللاعبين. المنتخب الوطني اللاعبين كلهم متعارفين، هذا شيء جدا مهم بالنسبه لهذا الناخب. راح يلقى اللحمه، راح يلقى لاعبين صح من ناحيه ذهنيه راهم متاثرين من الاخفاقات اللي كانوا في المنتخب الوطني مع الناخب الوطني السابق. هذو اشياء يعني راح يتجاوزهم هذا الناخب، لكن نعم. هناك عده اشياء لمحمد انا نوافق ان الضغط في المنتخب الوطني اكثر من النادي. ميدو الضغط في المنتخب قوي، ولو نشاطروا في شيء اللي ختم به لما تحدث عن المطالبه ببقاء ناخب سابقا اخفاقات متتاليه. اليوم يجب الا نبداو ديريكتومون مثل ما بدا البعض اليوم بانتقاد هذا المدرب قبل ان يبدا، تركوه يعمل. كانت مطالبه ببقائه وكانت ايضا مطالبه برحيله. ميدو احنا ليست لدينا الاحصائيات حتى نعرف او نعلم يعني النسبه المئويه التي طالبت ببقائه والنسبه المئوية التي طالبت برحيله. هذه تعقيبا على ما قاله الزميل محمد لمين بن شبير، بما انك توافقه الراي. ميدو ناخب الوطني السابق طيله 5 سنوات في احدى الندوات قال لك فقدت شعر راسي هنا في الجزائر بسبب الضغوطات، وكان يعاني من ضغوطات رهيبه. انا نفقدوا شعر راسنا ونفقدوا صحتنا وبصرنا عادي، كل خدمه فيها شوف اون فوك تي يعني بيرسوناليتي بيبليك. اليوم بعد لما تكون شخصيه عموميه نعم. يعني شخصيه عامه تتقبل الضغط. اليوم تي ضامر انت كصحفي ما عندكش ضغط برا، كلنا لدينا ضغوطات. نعم انت برا كي تخرج برا ما يسقسوكش ناس على الفوتبول تولي من ذاك يعني مع الاحترام تيفيتي تهضر على الفوتبول باسكو حياتك تقعد غير دور في الفوتبول. ضغط هذا ولا ماشي ضغط خلاص. اما انت بيرسوناج بيبليك لازم تتقبل انه عندك ضغط. احنا قلنا بلا الضغط في المنتخب اكبر من الضغط لانك اليوم خلاص انت عندك راي اخر انه في النادي اكبر من الضغط في المنتخب اكثر. لماذا؟ لانه تمثل وطن، تمثل بلد كامل يضع عليك امل كبير. لكن هذا بصفه عامه، لكن لما نجيو نجزئوا شيئا فشيئا 2 فوا بريمير تور كوب دافريك هذه حقيقه، وما رحناش للمونديال لانه البعض بدا ارسل سيوفه مباشره قبل الندوه وبعد الندوه. اليوم هنالك من يتحدث يقول لك الناخب الذي جلبتموه يا اخو اوني توس ديزاجيريان. هذا الناخب لما جاء المنتخب جاي يمسك منتخب الجزائر، يعني يمثلون كلنا. هذا بيتكوفيتش اليوم وناخب وطني لمنتخب الجزائر، يعني يمثل كل المنتخب كرة القدم الجزائريه وكل الجزائريين. لذلك علينا ان نسير خلفه وان نسير خلف الاتحاد. انت حققت نتائج ايجابيه اللهم بارك، نصفق له ونقول بانه حقق نتائج افضل وتمكن من تحقيق هذا وهذا. وان فشل ننتقده انتقاد عادي، ويتم بعد ذلك ربما لا قدر الله ان فشل في تحقيق النتائج سيتم انتقاده على النتائج السلبيه التي حققها. قد يبقى وقد يغادر ذلك من شان الاتحاد، لكن لا للتقديس ولا للذم، فقط هذا ما اريد قوله. انهى الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غلطاسراي التركي لكرة القدم مرحلة الاستشفاء من إصابته التي تعرض لها مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا التي احتضنتها كوت ديفوار مطلع السنة الجارية. ووفقا لموقع المساء التركي فأن إدارة غلطاسراي منحت زياش يومين للسفر إلى هولندا على أن يعود غدا الأربعاء لاستئناف التدريبات مع المجموعة. وأفاد المصدر ذاته بأن مدرب الفريق أوكان بوروك سيدرك زياش ضمن قائمة مباراة ريزا سبور المقرر إجراءها الجمعة المقبل، وسيمنحه بضعة دقائق من أجل العودة للملاعب بشكل تدريجي قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي في وقت لاحق. وغاب اللاعب المغربي عن ناديه غلطاسراي لأزيد من 7 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة زامبيا برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات الكاهن. وفي النهاية عزيزي المشاهد اضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا لكم على المشاهدة.